صراحة كابتن مصباح ما نقدر يعني نذكره إلا نذكر معاه الكابتن سبيع الله يرحمه. وكابتن سبيع يعني من أول ما جانا مكة الله يرحمه طبعا إحنا حبيناه وكان زي أبونا وأخونا وصديقنا وكل حاجة يعني. وكان كابتن مصباح برضه موجود معانا في مكة. إحنا نعرف كابتن مصباح قبل ما يشوفنا أصلا. دائما على ذكر الله يرحمه كابتن سبيع. ولما جانا مكة صراحة وجاء السعودية كابتن مصباح يعني كان إضافة كبيرة صراحة للجود السعودي. والجود السعودي ما نقدر يعني نذكر بدون ما نذكر كابتن سبيع وكابتن مصباح في تاريخ الجود السعودي. فيعني كابتن مصباح دائما صاحب اليد البيضاء ودائما إنسان يعني محبوب ما شاء الله عليه. حتى لو نحن بعيدين عنه بس لما كنا نجي الرياض كان دائما يستقبلنا وكان معانا ودائما ما شاء الله اسلوبه وطريقته الحلوه والجميله في الحديث ويخلي يعني اللاعبين والناس الاخرين ينجذبوا له بصراحه. فيعني هو صح انه يوم حزين بس كان لابد منه. يعني لابد من هذا اليوم بس هو ما هو افتراق يا كابتن. هو بالعكس هو حيصير في تواصل بس من نوع ثاني. يعني مو لازم انه احنا تواصلنا على البساط، البساط احنا ترك شعور البهجة فيك والحزن لتوديعك. الله يكرمك. ولكن هكذا الدنيا يعني نزول في ارتحال. وكان أصعب وقت علي أنا عندما كنت في البوسنة فيها 8 سنوات كان أصعب وقت الوداع. ولا زال ألم في صدري عندما ودعوني زملائي وأنا أشعر بالذي تشعر به الآن. ولكن ما أستطيع أن أقول بعد كلام الدكتور يحيى صراحة شيء. فهو حقيقة سكر علينا جميع النقاط. لكني أنا أفخر بنقطة. صحيح أني استمتعت بالعمل والتمرين معك واستفدنا من كثير من الصفات، لا من ناحية الكرم ولا من ناحية الشجاعة ولا من ناحية الطيبة والسماحة والخلق وسماحة النفس. استفدنا منك كثيرا جدا. لكني أنا أفخر بنقطة صراحة، لأنك مرنتني، كنت أنا أحد تلاميذك ومرنت ابني عبد الملك. الله يكرمك. وعبد الملك العام الماضي خذ الثاني على مدارس الرياض بفضل كابتن مصباح. وعندي صورة يعني ما تتوقعون فرحتي بها عندما صورت الكابتن مصباح في النص وأنا وعبد الملك بدت الجودو في صالة الملس في العام الماضي. الحقيقة لا تتوقع يا كابتن مصباح كيف يعني يا كابتن مصباح على الفترة الجميلة اللي قضيتها بيننا. وكل واحد من الجالسين له ذكريات جميلة معك وذكريات رائعة. ويعني هي الحياة كذا لقاء وفراق وحلوة الحال. والزملاء أبوا أن يمكنوا الحفل مساعد على الاستضافة الجميلة. أبرك الساعات. والزملاء كلهم موجودين الآن. سعد عواد وأحمد المصري ورئيس الشباب الرئاسي. بحسن جلال. هذه مساعد تفضل. مساعد تفضل. مساعد بعدين ناخذ صورة الإجابة عنك. هنا ابو سعد احنا ما نقدر يعني ما ادري شو نقول. انت عشره وحياه وعمر ما يوم ويومين وسنه وسنتين. فهذه هديه بسيطه للاخوان المجتمعين. فالله يوفقك ان شاء الله في دنياك القادمه حياتك وتكون سعيد مع اولادك. وانت هنا في بيتك اي وقت احنا موجودين. مرحبا ابو سعد. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مهما كلمت وقلت مش هوفي حقكم في الفرصة الجميلة اللي أنتوا أتحتوا لي فيها إن أنا أكون موجود معاكم فيها. أما بداية من أبو سعد، أول ما حطيت رجلي في السعودية محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني من أسرة الجود الغالية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم جميعا بأجمل تحية، تحية تعانق أطراف السماء طموحا ومجدا. كيف لا؟ والحاضرين اليوم هم من أبطال والنجوم الذين أضاءوا لعبة الجودو
وفي يوم يكرم فيه من أسس ووضع اللبنات الأولى للجود السعودي، الكابتن الغالي كابتن مصباح. كيف لا وأنا أستذكر أول ميدالية خليجية ذهبية كانت بفضل كابتننا الغالي الكابتن مصباح، والتي حققها أخي البطل سليمان الفرائضي. وما تلك الميدالية إلا استكمال لمسيرة فريدة وجميلة للكابتن مصباح. إنه فعلا مصباح، اسم على مسمى. أضاءت بطولاته في سماء أفريقيا بالذهب، وبطولات البحر الأبيض المتوسط، والبطولات العالمية والدولية التي شارك فيها كابتن مصباح بكل فخر، ومثل مصر أجمل تمثيل. ونستذكر البدايات في غزل المحلة وبطولاته على مستوى الغربية والجمهورية في جمهورية مصر العربية، وعزمه المستمر وجلده وصبره على التخسيس وتنزيل الوزن. تلك الإرادة التي تحدت الكثير من السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله في الجزء الثالث من لقائنا مع الكابتن عبد المنعم مصباح. حديثنا اليوم سيكون عن الشخصيات التي يعني التقيت فيها في المملكة العربية السعودية وسعدت بمعرفتها. أنا سأذكر أسماء وأنت إذا تذكرت اسم تحدثنا عنها يا كابتن، اتفقنا؟ ان شاء الله. الأستاذ معمر. الاستاذ معمر بن سعد المعمر. نبغى كل شخصية في دقيقة يا كابتن عشان الوقت. طيب، دي شخصية مميزة، يعتبر هو يعني عميد الجود السعودي، بذل جهد كبير علشان ينهض بالجود السعودي بما له بما عنده من جهد ماديا ومعنويا. يعني كان هدفه كله ان الجودو السعودي يبقى جودو على مستوى عربي، على مستوى عالمي، على مستوى اسيوي. الاستاذ علي سراج. علي سراج شخصيه من الشخصيات اللي اتعلموا على ايد الكابتن سبيع، ويعتبر حكم من حكم اولمبي وحكم عالمي، حط له بصمه كبيره عالميا بالنسبه للتحكيم، وشخصيه محترمه جدا. وانا سافرت معاه واشتغلت معاه مع المنتخب، من الناس المحترمه جدا اللي ممكن تعاشرها، الشخصيات المحترمه يعني. الاستاذ ممدوح نمر. كابتن ممدوح نمر ده يعتبر ثعلب الجود السعودي، يعني ما شاء الله اتعلم وقدر يعمل من الجود السعودي مفاجآت بإعداد بطولات عربية في نادي الوحدة في مكة أو في السعودية عامة يعني. الأستاذ فهد عطية. ده الثلاثي خدت معايا اللي موجودين دول مؤسسين الجودو، واللي قلبهم حامي قوي على الجودو السعودي في البطولات الخارجية والعربية والدولية، وبيعتبروا هم فعلا كانوا عماد حتى الآن. أنا شايفهم إن هم من أفضل المجموعة اللي موجودة اللي ممكن تتولى مسؤولية الجودو السعودي معايا إن شاء الله حاليا وفي الفترة القادمة إن شاء الله، لما حققوه من مكاسب للجودو. طيب، اللواء سعد الخليوي طبعا أنا تعرفت عليه من لما كان أظن نقيب. أيوة. كان عضو اللجنة الفنية. أنت لما جيت السعودية كان أمين عام؟ كان أمين عام لما جيت السعودية. كان أمين عام، وكان شخصية من الشخصيات اللي أنت تحترمها وتحبها، لأنه كان راجل جد قوي، وكان حبوب ومتواضع، ومن الناس الشخصيات اللي أنا فعلا عاشرتها عنده عطاء وعمره ما بيدور على نفسه، وما افتكرش في يوم من الأيام سافر سفرية زي الناس ما بتسافر في بطولات ولا هنا ولا هنا. كان همه كله الشغل والعمل الجيد وبس. الكابتن حسن المصري وسعد حواس. كابتن حسن المصري ومجموعة الشرطة دول لما جيت كانوا هم اللي موجودين في الملز. صح وقتها. صح. يعني ما كانش فيه جودو موجود الا الشرطة. صح. فكانوا بيتمرنوا مجموعة من الشباب في الشرطة، كان عندهم جودو وعندهم تكنيك،
ولما سالت قال لك 3/4 المنتخب السعودي من عندهم للشرطه. ما شاء الله. إيه. فتعرفت عليهم ولقيت فيهم المحبه والود والاستقبال، ودي من الاشياء اللي خلتني احب المملكه لما جيت يعني. أيوة. على الهم اللي كنت بشوفه، لان كنت حامل هم هعمل فريق ازاي ومفيش لعيبه. صح. فدول كانوا بيهونوا عليا بان انا موجود في البساط وفي ناس موجودين في جودو يعني. ففي امل ان احنا ممكن نعمل جودو ان شاء الله بيهم. برنامج تطوير يا كابتن، انت اشتغلت معاهم فتره. ايوه. ايش يعني عجبك وش اللي ما عجبك في البرنامج؟ برنامج تطوير كبرنامج كان مشروع جميل، ولكن كان مشروع يعتبر فاشل، لان ما كانش فيه معايا متابعه، ما كانش فيه انضباط. الانضباط من مين؟ من اللاعبين ولا للمدربين؟ آه. يعني انا بالنسبه لي اشتغلت 6 شهور بس. ال6 شهور دول كنت انا مسؤول عن المدربين في منطقه الرياض. ايوه. فكنت اروح ازور المدارس دي، اروح كل يوم اروح مدرستين او 3 على حسب. ف وكان كويس. الشيء الجميل فيه انه كان فيه حكام ماسكين مدارس، بس كانوا ابطال زي صخر الخلف، زي بعض المدربين، زي بعض الناس. ولكن ايه برضو عارف انت الالتزام بالميعاد والتدريب ده مهم، لانه اولياء الامور تقع في حرج شديد معهم. هو كان مشروع ناجح جدا. مشروع ناجح لانه كان موجود في كل الاحياء. صح. والابسطه كانت متوفره. وده كان مشروع كويس لو كان فيه مواظبه بالنسبه للمدربين اللي بيشتغلوا في وقت اجازه الصيف بالذات كمان. طيب يا كابتن، في دقيقتين اتفضل. يعني الآن الناس تتساءل عن مستقبل الجودو السعودي والمصري والعربي، وفي وصفة كذا سريعة إيش الأشياء اللي ممكن الواحد يعني يقترحها للناس اللي في الاتحاد الآن العربي أو الاتحاد المصري أو الاتحاد السعودي أو أي اتحاد؟ حدد لي أي اتحاد. طيب خلينا نبدأ بالسعودي يلا. الاتحاد السعودي حاليا في أسوأ حالاته. طيب الآن إيش ينقصهم؟ هم المشكلة إن هم جم وحاربوا ناس معايا في الفترة اللي عدت، السنتين اللي عدوا دول. ومن ضمن الأشياء الصعبة إن هم بعدوا عن البطولات العربية، وبقالهم سنتين ما اشتركوش في البطولة العربية. لذلك مستواهم راح بطولة الخليج كان مستواهم زي الزفت. لأن أنا بالنسبة لي أنا كعربي خليجي لازم أكون عربي طبعا لأن أنا مع العرب. إذا أنا ما قستش مستوى اللاعب عربيا مع تونس والمغرب والجزائر ومصر وناس أخويا، هقيسه إمتى؟ ما هو ده المقياس بتاعي اللي هيطلع بيه آسيا وهيطلع بيه العالمية. فأنت النهارده لما تتحدى ناس معينة ودي يعني تقول لهم إيه أن أنا مش هروح ألعب في البطولة العربية لما الناس دي تتشال من الإيه؟ الاتحاد العربي أو تتشال من الاتحاد الآسيوي، أنت كده ظلمت اللاعب اللي ممكن يحتك وينجح عشان يكبر. طيب هل في سؤال توقعت اني اسالك اياه وما سالتك اياه يا كابتن؟ والله ياخدك معايا. احنا يعني انا اولا احنا هل غطينا مثلا في شيء تتوقع ان ما غطيناه مثلا؟ انا عامه انا بشكرك على لقائك الجميل ده. هو مجرد يعني وانا بالنسبه لي فعلا قضيت ايام من عمري جميله في المملكه العربيه السعوديه، ومش مجامله في الكلام يعني. كان لها فضل عليا كتير في حياتي، في ان انا جلست انا واولادي وقعدت وبقيت اروح الحرم وبقيت اروح اعمل عمره، وكان دي كان لها يعني وعيالي كانوا بيروحوا ويجوا، فدي كان برضو لها طابع جميل ومميز. عرفت ناس كويسين وناس وحشين، بس بلاش الوحشين خلينا في الحلوين. طيب يا كابتن، اساتذتك المصريين واليابانيين تتذكر اسمائهم؟ اساتذتي المصريين هو الكابتن شيوي مثل الاعلى، الله يرحمه، والكابتن سبيع صديقي ورفيق عمري، بس انا بعتبره استاذي لان يعني انا اتعلمت منه الكثير، ورغم ان احنا مع بعض في جيل واحد، بس انا كمان ما كانش عندي حب اكاديمي للجودو والحفظ اكتر من ان انا اخدك معايا، كنت بحب البساطه بس. طيب اليابانيين يا كابتن؟ اليابانيين مستر نيبوكي وموتو، قابلت مستر دايجو سينسي
ده راجل 10 دان ومن الناس الكبار في اليابان. ولما شفته كنت بقى يعني كان في موقف جه زارنا كمنتخب مصري مع الراجل الياباني، ناس محترمين يعني، ناس تحس ان هي بتقدر كل دول العالم سواء مستواها ضعيف او مستواها كبير. اي حد بيروح اليابان الناس بيحترموه وبيقدروه. هم يا كابتن زيادة على اللي قلت، هم ناس مسوقين جيدين لبضاعتهم، هم بضاعتهم الجودو، فهم جميل. يسوقون لها بشكل جيد. انت كيف لو عاملوك بشكل غير جيد في اليابان بتكره اليابان وابو اليابان ووجود اليابان وكل شيء، صح؟ بس في ناس تانية زي ما انت قلت مسوقين غير جيدين، انه بيستخسر فيك البساط وبيستخسر فيك اداك معايا. صح صح. يعني هيقول لك يا عم انا اخد منك ايه عشان اديك ايه يعني. يعني زي ما قلت لك في وقت ما كنا جامدين وكويسين وكان الفرق الالمانيه بيستفادوا مننا، وبنروح مثلا من الجنوب للشمال لفرانكفورت اللي مش عارف لكل اللي هنا لهنا لهنا، كنا بنلف علشان خدنا سمعه ان الفريق المصري كويس يعني، يقدروا مقاتلين جيدين. ايوه يقدروا يتمرنوا معاهم. سعدنا بلقائك يا كابتن، وان شاء الله يعني ما تنقطع التواصل بيننا وبينك. الله يكرمك يا رب. والله يوفقنا واياك، واشكر حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه انا الله بشكرك. وبركاته. كنت عايز اغير الفانلة اللي انا لابسها بس